انت بلاش جدل بيزنطي. نعم، انت بتقول لي انا كده؟ اه بقولك انت كده. انت بتشتمني ليه؟ وانت يعني فاهم كلامي؟ يعني انت اللي فاهم كلامك؟ يعني انت اللي هتفهمني كلامي؟ طب ما تفهمني معنى كلامك، وانت لو فهمت كلامي هتستفيد ايه؟ ازيكم عاملين ايه؟ اكيد سمعت حد قالك في مرة بلاش جدل بيزنطي، وزعلت واخدتها على اعصابك، لكنك ما سألتش نفسك هو يقصد ايه، صح؟ بص، في القرن السابع اهل بيزنطية كان بينهم خلاف لاهوتي غريب، يعني خلاف حول الثالوث المقدس، وهل المسيح له طبيعة واحدة ولا طبيعتين، وما كانش وراهم فعليا سيرة غير كده، وكان بيوصل بيهم الحال للخناق والضرب. الموضوع انتشر جدا، والبلاد اللي حواليهم شمت خبر وبدأت تتكلم عنهم، وده طبعا أثار الملك قسطنطين الثاني وضايقه جدا، لدرجة انه أصدر عقوبات لأي حد يتكلم في المواضيع دي، عقوبات تصل للجلد والسجن ونزع الملكية والنفي. لكن كل ده منفعش، والخلاف فضل موجود لغاية القرن الخامس عشر. وفي الفترة دي توجه محمد الفاتح لفتح القسطنطينية، وفي الوقت اللي محمد الفاتح كان بيتقدم في الفتح كانت الناس برضو مشغولة في الجدل اللاهوتي، وضيف عليهم حاجات جديدة زي مثلا طبيعة إبليس، وهل هو كبير ولا صغير، وطويل ولا رفيع، وشفاف ولا مش شفاف، وحاجات غريبة كده. الحاجات دي كلها تضايق أي حد، لدرجة إن الملك قسطنطين الحادي عشر زعل جدا، ووقف في يوم من الأيام وبكى وقال لهم حرام عليكم، البلد بتضيع مننا وانتم بتتكلموا في موضوع لا فايدة فيه ولا نفع. لكن خلاص تم فتح القسطنطينية، وخسر أهلها الحرب بسبب نقاش مستمر بين طرفين ما منوش نفع ولا فايدة، وكان بينتهي على ان الطرفين مش مقتنعين بوجهات نظر بعضهم، ومفيش طرف راضي يتنازل عن وجهة نظره للطرف التاني، وده كان بيؤدي إلى اختلال في التوازن الفكري عند الطرفين.